مشاهدينا الكرام، من النوادي الطلابية والعلمية مباشرة إلى أب الفنون وإلى المسرح، وين يحضر معنا نهار اليوم ممثلة مسرحية موهوبة تحضر معنا رغد تقريني. نقول لك مرحبا بك معنا رغد. يسلمك، ترحب بك الجنة. شكرا على هذه الاستضافة الحلوة الطيبة وعلى هذه الالتفاتة، ومرحبا بيا في شبابية ستور. مرحبا بك في دارك في القناة الشبابية، هي قناة كل الشباب الجزائري. إذن رغد، بداية قبل ما نتعرفوا عليك يعني كمشاركة ممثلة مشاركة في مسرحية بئر الأرواح التي تم تنظيمها بمناسبة نوفمبر المجيد، لو نتعرفوا على رغد كممثلة مسرحية، كيف كانت بداية اهتماماتها بأب الفنون وبهذا العالم الخاص بالتمثيل المسرحي والصعود على الركح. شكرا لك. أولا معكم رغدة، أنا طالبة جامعية بجامعة بوزريعة أبو قاسم سعد الله، كلية اللغة العربية وأدبية الشرقية، خصوصا كلية اللغة التركية واللغة الروسية. بدايتي والله كانت منذ أنامل، يعني منذ الصغر. كان أبتاعي الله يرحمه يشاهدني وأنا كثيرة الحركة كثيرة الكلام. كان عنده صديقه في مجال المسرح كان يقول له بنتك بلاصتها معنا ستيج. كانوا يضحكوا كاع. بدايتي كانت نشفى لها نهار اللي ربحت السيزيام تاعي. الاب تاعي كانت الهديه تاعو شغل دخلني المسرح، وكانت اعظم حاجه قدمها لي، لانه اب الفنون هو بيتي الذي اجد فيه نفسي. من ابرز الهدايا اللي قدمهم لك الوالد رحمه الله، لانه بفضل هذه الهديه اليوم كي حاضره معنا. وانا حاب نقول نقطه اخرى يعني ما حبيتش تقولها لينا، يعني كيف تخدمي في رغده كنت بنوع من كنت حابه تضحكي لنا. علاش؟ لانه قبلها الحماس يعني تاع رغده يعني نقلته لنا عبر البلاطو برنامج الشبابيه السوري، لانه رغده قبلها يعني عندها واحد اللمسه الفكاهيه والايجابيه والايجابيه اللي خلاتنا انه كي نقدموا كي نهضروا معاه نحبوا نضحكوا في نفس الوقت لينا. وهوشي من شبابيه ستوريسي هاد الضيوف اللي ينقلوا لنا هاد الروح الايجابيه وهاد الطاقه الايجابيه. طبعا، ومن هنا نقدر نروحوا مباشره الى اول عمل مسرحي اللي كنت شاركتي فيه كممثله مسرحيه، هو اللي خلاك تواصلي اكثر في هذا المجال واكتشفتي انه عندك موهبه تميزك في التمثيل. اول عمل مسرحي لي كان في دار الشباب عبد القادر الجيلاني بلديه مهديه ولايه يارد، وين اكتشفت نفسي كممثله على الركح. قدمت دور البنت اللي توفى الاب تاعها، وكانت كذلك بمناسبه نوفمبر. حست على المرتبه الاولى كممثله، وكما يقولوا من ثم كان ديكلونشمون تاعي. يعني كيف حسيتي بهذا الدور اللي تقمصتي به؟ والله اول نصيحه قالها لي الاستاذ اللي كان يقريني، قال لي عيشيها تقدميها. يعني الحاجه اذا عشتها كممثل مسرحي راح تبدو على الركح. وهذا الشيء اللي قدرت نعيشه. يعني تخيلت نفسي اني بنت هذاك الانسان، والاب تاعي توفى، والاب تاعي مجاهد. كانت كذلك الموسيقى، الجو الجماعي، العمل الجماعي يحسك بهذيك الحياه اللي كانوا عايشينها يعني ابائنا واجدادنا المجاهدين ربي يرحمهم. ذاتس واي شغل دخلت يعني الاحتكاك مع الطبيعه اللي كنت فيها هي اللي زادت يعني قوه، وزادت ايضا في الموهبه اللي جيتي بها واللي قدرتي تجسدي بها هذا الدور نقولوا. نعم. جميل جدا. يعني من هنا قبل ما نتكلموا يعني على مسرحيه بئر الارواح، لو تحدثينا رغده على الدور اللي مثلتيه يعني منذ بداياتك وما زال للان راسخ في ذهنك، وشفتي انه تالقتي فيه اكثر وقدمتي أكثر ما عندك، مش عندك. والله كان في مسرح طفل مازال اللي نشفى لها، هي مسرحية سارة المسريرة. هذه المسرحية الحمد لله عندها صدى بعيد، يعني تحصلت حتى على جوائز دولية في مهرجان المغرب، مهرجان تونس وغيرها. الحمد لله أنه دور سارة كان طفولي نوعا ما. كان الحاجه اللي خلتني فيك شغل يمثل صح رغده، جيت طفولي، جيت تحب كاع الناس، تحب الغابه، تحب الاشجار، الحيوانات، الناس قاعده تبغيها. يعني هذه انا اذا هو الدور اللي نوعا ما يمثلك انت يعني باحسن صوره. كيف نقولوا انك ما مثلتيش، يعني جيتي بشخصيتك وقدمتيها على الخشبه. جميل جدا. ومن هنا نروح الى ملحمه الوطن على الخشبه، مسرحيه بئر الارواح. لو تحدثينا عليها وكيف كانت مشاركتك في هذه المسرحيه، واكثر حدثينا على الدور اللي لعبتيه في هذا العمل الذي يجسد الوطن ويجسد روح المقاومه الجزائريه ايضا.
والله بئر الأرواح هي ليست فقط مسرحية، هي رسالة، وأكثر من أنها رسالة هي تمثل قصتنا كشعب جزائري. بئر الأرواح جاءت من طرف جمعية فور آرتس من أجل الفن المنتسبة لدار الشباب عين جاء إدريس بلال. نعم. مشاركتي معهم كانت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. سجلت نفسي معهم، التحقت بالجمعيه، فور ما التحقت بهم اتصلوا بي عبر الفيسبوك انستغرام، وصلوني، تراسلت معهم، درت كاستينغ عند الاستاذ قاريني نونو اللي بالمناسبه نوجه له تحيه. نعم. فور ما دخلت قال لي انت بلاصتك معنا. الدور يعني كان الراوي، كنت شخصيه الراويه. المسرحيه تقدري تقولي خدمناها في 15 يوم، يعني في ظرف وجيز جدا، يعني كنا بزاف مضغوطين، ونشكروا دار الشباب لانها وفرت لنا كاع واش كنا يعني محتاجين. وحتى الاستاذ تاعنا كان موفر لنا الجو، يعني كان جو شبابي عملي وين قدرنا نخرجوا هذيك بئر الارواح اللي الحمد لله نالت اعجاب بزاف ناس البارح. بما انه كي تحكي على المسرحيه وعلى الاجواء، يعني كيف كانت التجربه تاعك في هذا العمل؟ تجربتي كانت فريده جدا منوحه، تعلمت بزاف حوايج ما كنتش نعرفهم في المسرح. زدت تعلمت انه العمل الجماعي هو روح العمل، والانسان باش يعمل في عمل لازم يتوفر له البيئه، والبيئه توفر الشباب يعني بينا. طبعا. ومن هنا لما نروح رغدة الى الشيء اللي جذبك انه تلتحقي بهذه المسرحيه وتشاركي في هذا العمل، هل هو القصه تاع العمل ام الدور اللي لعبته وحتى الرساله اللي يحملها هذا العمل المسرحي وهذه المسرحيه؟ والله الحاجه اللي جذبتني لهذا الدور انه ما نقدرش نقول لك بصح يعني خلاني نكون مريحه، يعني خرجت عن الادوار السابقه اللي خدمتهم، خدمت خدمت بنت، حبيت نخدم حاجه جديده، حبيت ندخل ما بين الرقص التعبيري وما بين الكلام، يعني حبيت نمزج بيناتهم. فالاستاذ قال لي دقيقه دوك نخدم لك دور على حسابك انتيا. كانت الراويه هي يعني تمزج بين الرقص التعبيري وبين يعني الكلام العادي يعني. جميل. المسرحيه كذلك جذبتني لانها خرجت تقريبا عن المألوف، لانه غالبا يعني وين ما نقولوا ثوره الناس دير في بالها ثوره سلاح، مجاهدين يطيحوا يقول لك خلاص كرهت. البارح شافوا حاجه جديده، يعني قصه حب وقت الثوره، يعني جاتهم شويه بيزار مي شغل عجبتهم، قال لك حاجه جديده. ايضا يعني نقدر نقولوا انها صحيح تمزج بين حب ومواطنه وشغف ايضا. يعني كيف قدرتي تجمعي بين كل هذا؟ يعني واش قدرتي ديري؟ يعني اكزاكتلي ما فوش يعني مثلا يعني كنتي كيف تعاملتي مع هذا المزج؟ يعني صعيبه جدا انه كما قلتي في وقت مثل هذا كان الحب في زمن صعيب جدا، يعني كيفاش كان هذا المزج؟ كيفاش تعاملتي معاه انت؟ صراحه انا المره الاولى كي قريت المسرحيه كامله خسرت، قلت اكسير حدير هذه، قال لي هو قال لي هذه مسرحيه ونورمال تلعب عادي، بديت نقول له اكسير ونعاود فيها. ومن بعد كي قريتها مليح فهمت انه هي ما تحكيش على الحب، يعني عمار صح كان يحب كاترين بصح المواطنه ولا ديان تاعو اللي هو فري 100% جزائري ما خلاش يسمح في المواطنه والعروبه تاعو الجزائريه تاعو، يعني بقى جزائري وحارب جوسكا لافان، وقعدت كاترين مسكينه تستناه وانتصرت الجزائر. هذا يمثل النضال الجزائري والمقاومة الجزائرية. من هنا نروح معك إلى أجواء التحضيرات لهذه المسرحية اللي أكيد كانت أجواء كلها شغف، أجواء كلها عمل وتحضير كبير، خاصة قلتنا في مدة وجيزة، لكن التحضيرات كانت كثيفة جدا. لو تحدثينا على أهم ما جاء في الكواليس وكيف عشتوا هذه الكواليس الخاصة بالعمل؟ الكواليس هي والله كان ضغط كبير علينا احنا، ماشي من طرف البيئه، الحمد لله يعني المحيط تاعنا كان موفر لنا كلش، يعني كما ذكرت سبق وذكرت لك انه يعني دار الشباب وفرت لنا كاع واش نحتاجوا. والله كاينه ناس عاونتنا بزاف، لكن الضغط كان لينا احنا علاه، لانه باش تحفظ الدور وباش تعيش وباش تحفظ بلاصتك سيغ سان كانت شويه صعيبه علينا. بصح الاستاذ تاعنا كيما قلت لك سهل علينا بزاف، الكلمه الوحيده اللي نسمعها انهم ما تقلقوا، سهله اي حاجه سهله. وكانت سهله هي كانت سهله البارح، خلاص كي كملت الدور حكمت بلاصتي وبدات الناس تقول لي برافو كنتو ملاح، فما خلاص لي رد بلي صح سالت والحمد لله. نعم. الناس قصدك عن الاجواء في الكواليس، صحيح يعني قدمتي لنا كيفاش كانت الاجواء وحسينا باللي نوعا ما عشناها معك ايضا الان. ايضا لو نقول لك هل موقف من واش عشتي في الكواليس تحكي لنا عليه؟ موقف
باش نحكي لكم باش تفهموا الحاجه اللي صارت. انا قبل ما نبدا يومين قبلها كنت معرسه، يعني ما كنتش لهنا اصلا. كنت في اجواء فرح، كنت في اجواء فرح والصخب. هي جيت قابلني استاذي كيما قال لي عرفتي كنت حافظه نص حافظه ونص مخلطه، وجات هذيك تاع سيلونس تاع السيلونس، هذيك سيلونس اللحظه الحاسمه. المهم التلفه هضرت لي كيما يقولوا، ما عرفتش واش ندير. ابخي شغل الحمد لله بديت نقول له ساعفني غير بشويه. واكثر موقف صرا كانت معنا طفله شغل كنت حابه تدخل في لادونس، حابه ديرهم كاع تكون انا الراويه، وروح انت وقناع طفل صغير باش يقعد اليز وباش يخدم غير هذاك الرول. هذا اكثر موقف ما ننسى، شغل تبكي كل واحد فينا تقول له بليز خلوني ندخل معاكم، خليني ندخل معاك انت. نعم، هذه كانت مواقف طريفة حصلت يعني في كواليس هذا العمل، يعني مسرحية بئر الأرواح. يعني هاني كنسألك على هذا الموقف اللي بالك قعد لك في ذهنك. أنا نروح لك إلى الدور ولا اللقطة أو حتى اللحظة اللي أثرت فيك أكثر على الركح أثناء العرض لهذه المسرحية من خلال الشخصية اللي أديتيها يعني كراوية. كراوية والله يعني شوفي في الدور تاعي عجبتني الخاتمة، كانت جميلة جدا. لأنه وصلت رسالة عظيمة. يعني تقدري تقولي الجمل الأخيرة اللي ختمت بها قلت إذا أنتم نسيتوا التاريخ كل حجرة في هذا الوطن تفكرنا فيه. صح. يعني هنا حبيت نوصل اللي راهي يتفرج فيا انه اذا انت نسيت التاريخ كل حاجه في هذا البلاد راهي تفكرك فيه. واكثر موقف يعني واكثر يعني تقدري تقولي مشهد صرا واثر فيا نهار اللي عمار شغل عمار جا لقى الام تاعو متوفيه وبقى يبكي عليها. هذيك اكثر لقطه عليه بس شغل فقد خو في نفس الفتره فقد الام تاعو يعني. والجيل تاعنا يعني ما يقدرش كابابل يفهم هاد العفسه، لانه بكري كي يحكوا امهاتنا وابانا غير تيجي تجبد تبقى الدمعه تسيل تقول لك تحسها غير دوكا صارت لها. يعني هذا الشيء شغل في وقت قصير يعني سي ان بو ديفيسيل مي الحمد لله. الحمد لله يا رب. كيف الجمهور تفاعل مع العرض؟ يعني انا الان تفاعل شويه واش قلتي؟ تصفى صغاريد تحية الجزائر. حسيت الثوره شعلت من جديد. جميل. يعني روح المواطنه يعني زادت في هذا العرض وين كل واحد حس روحه صحيح راهو معني. تلمو صح. يعني حسيت العمل تاعنا انه كان عنده صدى. لعب معنا ربيع نواصر له تحيه باي ذا واي، هو كان كولونيل. الدراري كاع خافوا تيقولها ماما وجه شرير وجه شرير ماما راح يقتلوا، وقعدت شغل بالكومبا وهبط. شغل بديت نقول وحده بدات تقول لي حمامه السلام، شغل كل واحد فينا عطاو له اسم. جميل. وسيرتو شغل طفل صغير تخلي فيه اثر، هذا الشيء جميل. يعني غدوه ممكن يكبر راح يبقى له في نفسيته يقول لك راني شافي تفرجت مسرحيه غدوه في المسجد يهضر عليها على الرساله اللي حملتها هذه المسرحيه. واحنا نشكرك على حضورك معنا نهار اليوم رغده، وعلى هذه الطاقه الايجابيه اللي نقلتيها لنا ونقلتيها للمشاهد الكريم والشباب الجزائري من خلال برنامج الشبابيه السوري. ختاما وشنو هي الرساله التي حابه توجهها لكامل المشاهدين خاصه فئه الشباب؟ والله كما يقولوا الحاجه الاولى نقولها شكرا لكم. العفو. شكرا جزيل الشكر. يعني الاستوديو تاعكم شباب بزاف يعني الصراحه، حتى انتم ما شاء الله عليكم يعني طاقه حلوه بزاف، استقبلتوني استقبال حار. شكرا لجمعيه فور ارت لانها منحتني واعطتني كامل الثقه، ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. رسالتي لهذا الشباب، يا شباب انتم جيل المستقبل كما تقول سبيستون. يعني احنا اللي بينا راح يكون الوطن. الحاجه اللي نقولها لكم انه بلادنا مع كل شيء هي بلادنا نحبوها وحنا معها، وكما قال عمنا تبون اللي احنا في لا ديان 100% دي زالجيريان، ما لازمش ننساو هذا الشيء ونبغيكم كاع. وحنا نشكرك، ودائما نقول لك انه القناه الشبابيه متميزه بشبابها وضيوفها اللي يكونوا حاضرين معنا من خلال برنامج الشبابيه السوري وعبر استوديو القناه الشبابيه. شكرا لك رغده مره اخرى. اذا مشاهدينا الكرام برنامجكم متواصل معكم في هذا العدد، لنا عوده بعد هذا الفاصل الموسيقي. كل مره نحبوا نسمعوا مختلف الاغاني في البرنامج الشبابيه السوري، انا ولينا وحتى ضيوفنا وانتم لكم تبعوا فينا في كل مره. مشاهدينا الكرام راهي معنا اخر ضيفتنا ايضا لينا.
لكن لازم تعرفوا عليها. اكيد طبعا تعرفوا عليها. هاني دائما ما يكونوا حاضرين معنا شباب وشابات جزائريات مبدعات في مجالات مختلفه. اليوم الختام راح يكون بالجانب الادبي، وراح نتعرفوا اكثر على اميره السنوسي، وهي كاتبه جزائريه شابه. اميره نرحبوا بك، مرحبا بك معنا في القناه الشبابيه. اهلا ومرحبا بك. الله يسلمك، ترحب بكم الجنه وشكرا على الاستضافه. اذا العفو، ونقول لك بدايه قبل ما نتعرفوا على اميره الكاتبه، لو نتعرفوا عليها كشابه جزائريه وشغفها في هذا المجال. اميره شابه جزائريه طموحه شغوفه بكل المجالات، استاذه في التربيه البدنيه والرياضيه، وطالبه في الاعلام والاتصال ليسانس، وشغوفة نحب يكون عندي من كل بستان زهرة. إذا ما نقولكش وقتاش اكتشفتي الكتابة، بل وقتاش الكتابة جات ليك، يعني لأنه في معظم الأحيان نحسوا بلي المجال الفني هو اللي خيرنا، ماشي احنا اللي نتجهوا ليه. واش تقولي لنا أميرة؟ هاني كما قلت انه الادب ماشي انا اللي خيرته، هو اللي خيرني، ولكن نقدروا نقولوا انه جمع بين المجالين. جميل. ويعني بدايتك كانت مع الرواية من الخواطر أم أي نوع أدبي؟ أنا مع الأول كي بديت نقدر نقولوا أن الكتابة نوع من الفضفضة. جميل. صح، لأنه الفضفضة هي نوع من التعري. نقدر نقولوا ماشي أي واحد نقدروا نحكوا له، ماشي اي واحد نقدروا نديروا فيه ثقه باش نحكوا، ولكن الورق يبقى دائما الصديق لينا اللي نقدروا نكتبوا ونفضفضوا. بدينا بالخواطر والقصص القصيره، وسمو ترياق ما كانتش اول عمل ليا، لكن كان اول عمل يستحق انه يخرج للعلن. ومن هنا نروح مباشرة إلى سمو ترياق اللي حضر معنا في هذه الحلقة من يعني برنامج الشبابية السوري. قبل ما نتعرفوا على فهو هذا الكتاب، لو نبدأ بالعنوان، لماذا سمو ترياق؟ هذا سؤال جميل لينا. كل مواقف اللي جوزناها في حياتنا كانت هي السم. نعم. الألم، الخذلان، الحاجات اللي كنا دائما نكتموها. الكتمان هو اللي خلانا دائما ما نافونسيوش في حياتنا، كان هو هذا السم. ولكن الترياق هو نهار تتشافى، نهار تفهم روحك. الترياق هو نهار تفهم روحك، ونهار تعرف باللي ما تفهمش روحك بالناس. نهار تمد يدك للداخل وتحوس على المواقع اللي انت كنت مريض منهم، اللي كان فيهم الالم، وتحاول تخرج منهم امل. نقلبوا كلمه امل الم نحولوها لامل، ونبحثوا فيها على الترياق. والترياق دائما هو الفهم. نهار تفهم روحك وتفهم علاش راك هنا في هذه الدنيا، وتفهم انه ما لازمش تبريسي روحك. وفي الكتاب راح نكتشفوا 7 صوالح اللي لازم نفهموهم. إذا نوعا ما هو رسالة تشجيعية ورسالة أمل للمستقبل. هو رحلة شفاء كما نقولوا. شفاء وعلاج نفسي مثل الفن بصفة عامة. علاج نفسي. نعم. طبعا من خلال هذا الكتاب يعني أميرة، ما هي أهم المواضيع اللي عالجتيها، ولماذا اخترتي هذه المواضيع بالتحديد؟ بما أنه قلت هي رحلة شفاء، أكيد هي مواضيع من الواقع، من تجارب لك شخصية، تجارب اجتماعية معينة. شفتي انه اخرين عاشوهم وراهم في رحله الشفاء. رسالتي الاولى من روايه سمو ترياق هي انه الشفاء يبدا من روحك، يبدا من الداخل، ما يبداش من الاخرين. نهار اللي تفهم روحك، نعم، نهار اللي تبدا تداوي روحك لداخل، انه اي حاجه رانا نشوفوها في الناس هي مرآة لحاجه لها داخلنا. الخوف اللي ما تجاوزناهش، انه ما نقدروش نعيشوا وحدنا. الانسان الاجتماعي بطبعه، هذه عباره اللي دائما نقولوها، ما نقدروش نعيشوا وحدنا. نهار تفهم الاخرين، نهار تفهم باللي لازم تقرر فهم الاختيار، اللي هو الباب الثالث من روايه سمو ترياق. فهم الانعكاس، اللي كما قلنا انه اي حاجه رانا نشوفوها في الناس هي انعكاس لدواخلنا. فهم الخوف، انه مخاوفنا ولا اي حاجه اللي ما واجهناهاش ما راحش تذوب، راح تبقى تجري مورانا طبعا كامل حياتنا. أميرة، وما هي بالك اللحظة اللي تشعري فيها أنه عليك أنه تتجهي إلى الكتابة وتعبري على أفكارك من خلال أعمالك ومن خلال المسودات اللي هي موجودة عند كل كاتب وكاتبة؟ نقدر نقولوا أنه الكتابة هي رسالة. نعم. طبعا
انه الكاتب اللي ما يخليش اثر في القارئ ما يتسماش كاتب. نعم، اذا لازم اللمسه تاعو يحسها القارئ. ايضا بما اننا نحكوا على العمل تاعك اميره، لو نسقسيك هل هو نتيجه التجربه الشخصيه ام نتيجه يعني تجارب يا اما عشتيهم في حياتك ولا شفتي الناس عاشوهم وحبيتي تجسديهم على طريق ولا على شكل كتاب؟ نعم. سمو الترياق هو كما نقولوا خليط بين تجربة شخصية أنا عشتها في حياتي من مخاوف، من باركور مسار حياتي نحو فهم ذاتي. سمو الترياق هو حياة كل طفلة ولا طفل طموح وحاب يعيش، ولكن مازالوا خايف، مازالوا ماشي فاهم روحه، ولا مازالوا مبحر. اذا نقدر نقولوا انه نعم. فيه الغموض، لانه وراء الخوف هذا نحسوا بلي كاين يعني اون لور ديسبوار، كاين امل، كاين شيء معين اللي حيخلينا انه نقدروا نتقدموا في حياتنا. دائما كاين امل، ودائما نقدروا نتجاوزوا كلش. اوكي. ولكن ماشي دائما، ماشي لازم نكونوا وحدنا. سمو الترياق في الاخير يبين لك انه ماشي لازم تكون وحدك باش تتجاوز كلش. يقدر انسان يمشي معك طريق، يمشي معك في هذيك الطريق، يوجهك، يعاونك، يعطيك دفعة امل بانك تقدر. لانه الجميع شاب ولا شابه جزائريه حبيت نقول لكم بلي تقدروا. نعم. مهما الدوامه اللي راك فيها، مهما راك مبحر، مهما راك عايش بزاف صوالح في حياتك، حبيت نقول لك بلي تقدر تلحق احلامك، لطموحاتك، تقدر تخرج من الدوامه وتولي الانسان اللي راك حابه. جميل جدا. كنا تحدثنا على سمو وترياق، نعاود نولي بالك الى بداياتك في الكتابه، اول تجربه النشر بالنسبه لك، الاحساس اللي كان عند اميره بمجرد انه بالك حملت كتابها الورقي الاول، يعني كيف كانت هذه التجربه كانطلاقه بالنسبه لها في المجال الادبي؟ اكيد لينا كاول مولود ليا اللي هو سمو ترياق، العام الماضي شاركت في سيله كقارئه. نعم. ندور بين الأروقة ونخير في الكتابات وفي الروايات، لأنه بطبعي انتقائية في الكتب، في الأشخاص، في جميع الحاجات اللي في حياتي. لكن قلت لما لا، العام الجاي اللي هو 2025 نكون أنا بين الكتب. وراكي من بين الكتاب اللي محاضرين نعم. في سيلة؟ نعم، راني من بين الكتاب اللي حاضرين في معرض الدولي للكتاب سيلة 2025. جميل. برواية سمو ترياق، اللي هي أول رواية لي، سبقها الكثير من الروايات اللي ما خرجتش للعلن، منها دبلوماسية بالفطرة، ولكن سمو ترياق تستاهل أنك تقراها، تستاهل أنك تبحث فيها باش تلقى روحك. ونتمنى لك التوفيق في هذه المشاركة الأولى وأنا متأكد أنه مش حتكون الأخيرة، لكن في الطبعة للسيلة وحتى في الطبعة الأخرى. إن شاء الله بإذن الله. شكرا على حضورك معنا. ختاما، وشنو هي الكلمة اللي توجهها الكامل للمتابعين اللي يتابعوا فينا في هذه الحلقة من الشبابية ستوري؟ ختاما حبيت نقول لكم هاني ولينا شكرا على الاستضافة، شكرا لقناة الشبابية الدائمة للشباب الجزائري. حبيت نقول أنه الكتابة هي نوع من الفضفضة، أنه إذا ما تقدرش تهدر، إذا تحس باللي الهدرة ما تكفيش، اكتب باش تبرى، اقرا باش تبرى، ابحث عن ذاتك، شو نقولوا، تابع حلمك. نعم. شكرا لك، شكرا لك أميرة على حضورك معنا. نشكركم انتم مشاهدينا الكرام على وفائكم ومتابعتكم لنا في برنامج شبابية ستوري، وين اليوم كانت هناك مواضيع عديدة ومختلفة، من الأدب إلى الفن التشكيلي إلى الفنون المسرح وإلى النوادي الطلابية والعلمية. إن شاء الله نكون فدناكم ولو بمعلومة صغيرة. ونشكر أيضا هاني على مرافقته الدائمة من خلال برنامج شبابية ستوري. من دائما ما نطلوا على المشاهدين هاني كل يوم أحد واثنين. نعم، كل يوم أحد واثنين نطلوا على المشاهدين الكرام بمختلف يعني المجالات وحتى بمختلف المواضيع، وأيضا رفقة ضيوف وين في كل مرة يرفعوا مستوى البرنامج يعني بفضل هذا الضيوف. خلينا نقول لكم أنا جوزت وقت ممتع ورائع كالعادة مع لينا وحتى معكم أنتم. ولينا كما كل يوم أحد نعطوهم موعد للغد إن شاء الله. نعم. حنكونوا في نفس الموعد وفي نفس القناة، أكيد في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. ودائما ما نقول لهم ابقوا أوفياء دائما للقناة الشبابية وبرنامج شبابية ستوري. إلى اللقاء.